في فيديو النهاردة هعمل كيكة بالفراولة والكريمة خطيرة وجديدة وسهلة جدا. هعمل معاها كمان صوص فراولة سهل وسريع وفي خطوة واحدة. قبل ما نبدأ، أنا نسمة يسري ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوها انزلوا اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه عشان توصلكم كل وصفاتي الجديدة. ويلا بينا نبدأ على طول. أول حاجة هنعمل الكريمة. هحتاج كوباية لبن 200 ملي، معلقتين سكر، بيضة، معلقة فانيلا، ومعلقة كبيرة نشا. هقلبهم كويس قوي وهنقلهم في كاسرول. هرفعها على النار وهقلب لحد ما تتقل بالشكل ده. هشيلها من على النار، هزود عليها بقى معلقة زبدة وأقلبها كويس. هسيبها تبرد خالص لحد ما أخلص الكيك. عشان نعمل الكيك هنحتاج 3 بيضات متوسطة، معلقة فانيلا، كوباية إلا ربع سكر. هقلبهم كويس بالمضرب. هزود عليهم علبة زبادي، كوباية إلا ربع زبدة سايلة، وهقلب كويس. رشة ملح. بعد كده هحتاج كوبايتين دقيق، هزود عليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر. أقلبهم كويس وهقلب كويس لحد ما الدقيق يختفي. بصوا قوامها بيبقى تقيل بالشكل ده، شبه الباوند كيك شوية. هحتاج بقى صينية سبرينج فورم اللي بتتفتح زي بتاعة التشيز كيك. الصينية دي مقاسها 20. هدهنها كويس قوي بالزبدة واغلفها بورق الخبز. هنزل بقى الكيك. بعد ما الكريمة بردت حطيتها في كيس حلواني وهبتدي انزلها على الكيك بالشكل ده. هحتاج بقى 250 جرام فراولة متقطعة صغير كده. هاخد شوية منها أزين بيهم الكيك والباقي هعمل بيه صوص. هندخل الكيك فرن سخن مسبقا على درجة حرارة 180 على الرف اللي في النص. بتاخد من 35 ل 40 دقيقة على حسب الفرن عندكم. في الوقت ده هنعمل صوص الفراولة. هاخد باقي الفراولة اللي عندي، هزود عليهم كوباية سكر وهرفعهم على النار. هزود ربع كوباية مية وهسيبها تغلي. على جنب بقى هاخد ربع كوباية مية، زود عليهم معلقة نشا وأقلبهم كويس قوي. بعد ما الفراولة تغلي بالشكل ده هزود النشا. هقلب كويس 3 دقايق بالظبط وارفعها من على النار. لو عايزينه صوص ما فيهوش قطع فراولة هتضربوه بالهاند بلندر أو في الخلاط في المرحلة دي، لكن أنا هسيبه كده عشان عايزة فيه قطع فراولة. هسيبه يبرد على جنب بقى لوقت التقديم. هطلع الكيك من الفرن، ابتدي اشيل الورق اللي حواليها واسيبها تبرد على شبكة. بعد كده هرش عليها سكر بودرة. الكيكة دي من الكيكات اللي مش بتحتاج تدخل التلاجة قبل التقديم، بتتقدم دافية كده ومعها صوص الفراولة. ريحتها خطيرة، خفيفة قوي، طرية جدا، والسكر مظبوط مع صوص الفراولة والكريمة. بجد ميكس رهيب، لازم تجربوها. بس كده، لو لسه بتتفرجوا لحد هنا شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. أشوفكم الفيديو الجاي.